اليوميه والرسمي كنتكلموا على الاعلام الخاص بالدرجه الاولى وكيفاش خصو يتحرك والطريقه اللي خصو يعمل بها. لكن الدور ديالكم نتوما والدور ديال الشعب المغربي واش كيديروه ما كيديروش؟ نتوما براسكم مقصرين. والدليل انك انت كتكون مثلا كدير لايف ولا كدير فيديو اللي عندك فيه مع 100,000 ديال المشاهده وكتلقى عندك اسيدي فيه 300 لايك ولا 1000 لايك، كتلقى الناس داخلين بزاف، كتراجع القناه ديالك ولا كتراجع الحساب ديالك الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات بزاف واللي كيشتركوا ما قل. فكاين شي امور نتوما خصكم تفهموا واحد القضيه، ان داك الاشتراك اللي كدير او ديك اللايك راه كتوسع الدائره ديال التاثير ديال داك الشخص باش صوتو يوصل للناس اكثر. انا عمري ما ندير مثلا لايف ولا ندير فيديو نقول لعباد الله اشتركوا ما تنساوش تشتركوا في القناه ولا داك الشيء، ما كنقولهاش انا كنعرف اللي بغى يشترك غادي يشترك يهم. لكن هذه المساله داك الوعي الجمعي ديال الناس وداك الاعلام البديل راه انت اللي كتصنعو. باش كتصنعو؟ بالوقت اللي كدعم داك الاعلام البديل باش يطلع. فانت براسك راه عندك يد في هذه المساله، فما تبقاش تلوم فقط غير على ما كيديروش ما كيفعلوش، انت براسك ما كديرش. لان انت كيجيك شي واحد من شي قرينه ويجي يدير لك فيديو يقول لك بلادك زوينه كدير ليه بوم، ولكن ولد بلاد كتعكس دير ليه حتى داك الاشتراك في الحساب ديالو وتعكس دير ليه حتى ديك اللايك. هذا كير مغربي. كي بغيتي انت هذا الاعلام البديل تصنعو، الا كتصنع اعلام ديال الناس اخرى طلع عليهم القنوات. وانا شتي وحدين دابا في ذاك واحد البلاد بلا ما نذكروا كيفاش كانوا كيطلبوا المغاربه يطلعوا ليهم، فاش وقع هذا الشيء وقلبوا ليهم بداو اذا انت صنعتي لهذاك الشخص ذاك الحساب، عطيتيه تاثير كثير باش يبدا يسبك من بعد. لكن وبلادك بداك المبدا ديال ما حكا ظفرك ما حكا ظهرك بجلدك الى ظفرك ما كتعقلش عليه في هذه المساله. ما هاد الجدليه انا المساله هذه ما كنفهمهاش. فهم حاجه وحده، الوقت اللي كتدعمو بداك اللايك ولا كتدعمو بداك التعليق ولا كتدعمو بداك التكبيس ولا كتدعمو بداك الاشتراك، انت فقط كتولي كتساهم في ديك الدائره ديال التاثير ديالو باش توسع، وكل ما كتوسع صوتو كيوصل اكثر. فانت وليتي كتصنع داك الاعلام البديل، ما تساينش الدوله هي اللي ديرو ليك ولا شي جهه هي اللي تصنعها لك. فهاد المساله الله يرحم ليكم الوالدين، قبل ما تكلموا على الدور ديال الدوله في هاد المساله هضروا على حاسبوا راسكم بعدا نتوما هما الاولين. واش كدعموا الحسابات؟ ما كدعموش. ما عرفتش، ما باغيش نقول شي كلمه قاصحه، انا بنادم يحسد ولا داك مغربي كيهضر علاش غادي ندير ليه، ما عرفتش. لكن كتلقى اجنبي كيجي من شي بلاصه وباش ما يتفهمش كلامي يعوج. ما كنهضرش على الناس اللي عايشين في المغرب، لان دوك اللي عايشين في المغرب حسبوهم بحالنا، لان داكشي اللي كيقيسنا كيقيسهم باش ما نكونوا واضحين. ما يحسبهاش شي حدا ودي كنهضر على شي ناس اللي عايشه، لا دوك اللي عايشين في المغرب راه بحالنا، راه حتى هما راه نفس الهم اللي عندهم اللي عندنا. انا كنهضر لكم على هذاك اللي كيجي عندك سيمانه من برا ولا يجي يدوز 3 ايام ويقول لك بلادك زوينه وهذا بوم. هادشي ما كديروش مع ولاد بلادكم، ما كديروش مع ولاد بلادكم. فما تبقاوش تلوموا الدوله علاش الاعلام البديل. الاعلام البديل انت اللي كتصنع، انت اللي كتوسع ليه الدائره ديال التاثير، انت اللي كتفرضوا على الدوله. شي انت اللي كتفرض داك الاعلام البديل على الدوله. عندك مؤثرين واعرين فاش كطلعوهم الدوله براسها كتقول لك هذا علاش ما نستغلوش في شي قناه ولا نستغلوه في شي برنامج ولا نستغلوه. تعقلوا لاباس يوسف شكون اللي طلعوا؟ انت كمتابع. هذاك شو دابا اللي كيدير يوسف انت اللي كتطلعوا كمتابع باش يبان. لكن نتوما ما كديروش هذه الخدمه، نتوما اللي كتصنعوا التاثير وانتوما اللي كتصنعوا الاعلام البديل، ما حدك ما كديرهاش. ما تبقاش تقول لي الاعلام الدوله ما كتعاونش، الدوله ما كديرش. فنتمنى فقط هذه الامور توعاو ليها، لان اللي كيصنع الاعلام البديل هو انت كمتابع. الوقت اللي كتمشي تتبع لا امي ناعمه وما عرف شكون واحد من الهي ولا، فانت كتصنع الاعلام اللي كيمثلك، وكتصنع هذوك الناس اللي تقريبا بحال التفكير ديالك. وماشي هذيك هي الصوره اللي هنا في المغرب. المغرب حاجه اخرى. المغرب بلاد اللي ولات كتصنع الفكر واللي ولات كتوعي شعبها، اللي ولات كتخدم بهذا الاسلوب. هذا هو باش تصنع ذاك الوعي الجمعي ديال عباد الله كل، باش التاثير يكون كبير. الا انت كتبع ليا امي ناعمه وتبع ليا عمي حاد خالتي حاده وتبع ليا هذا، وما تبقاوش تبكيو من بعد تقول لك اودي الاعلام مالي انت اللي كتهدر. راه حتى شي قنوات عندنا دوك ديال اليوتيوب اللي كتعرفوهم اللي كتجيو تشكاو منهم كيساليو بتيفي شي حاجه تيفي، راه فاش كيجيبوا لك شي موضوع تافه وكتطلعوا راه بالنسبه لهم هذاك هو البريم. علاش كيخدموا هذا الموضوع؟ هو اللي يطلع، هو اللي كيجيب مشاهدات. غادي نعم الوقت اللي كنت داك الموضوع التافه اللي كيجيبوا لك ما كديهاش فيه، كيعرفوا بان تماك ما عندهمش الخبز فكيبدلوا يهضروا